هيحصل ايه لو قررت تغمض عينك عن اللي بيحصل في مدينة الفاشر في السودان؟ ده معناه ان اكتر من مليون بني ادم هيفضلوا تحت الحصار، وهيفضلوا يتعرضوا لابشع واقذر انواع التعذيب، ومعناه برضو ان هيموت يوميا اكتر من 100 بني ادم، ومعناه ان النساء والبنات والاطفال هيتم اغتصابهم، لان قوات الدعم السريع بتستخدم الاعتداء الجنسي كسلاح حرب. ولو فضلت ساكت وما عرفتش العالم كله عن المصايب اللي بتحصل هناك، ده معناه ان قوات الدعم السريع هتفضل تمنع دخول المساعدات والطعام لاكتر من مليون بني ادم، ومعناه برضو ان في مجاعه هتحصل هناك، وهي بالفعل حاصله دلوقتي. معناه برضو ان اطفال بريئه ملهاش اي ذنب بتتقتل وبتتعرض للتعذيب النفسي والجسدي يوميا، ومعناه برضو انهم هيفضلوا يستمروا في هدم منشاتهم وبيوتهم والاسواق بتاعتهم، ومعناه ان هيفضل اكتر من مليون بني ادم مش بتوصل لهم الميه، يعني يا هيموتوا من الجوع يا هيموتوا من العطش. في مدينه كامله دلوقتي اسمها الفاشر في السودان بتباد اباده جماعيه، بيقتلوهم وبيعذبوهم ابشع انواع التعذيب وهم مالهمش ذنب في اي حاجه. ما تسكتش وافضل اتكلم عنهم، لان دي ابسط حاجه ممكن تعملها لهم.